الجريمة ديال اليوم خلات الناس اللي ساكنين في القرية بمدينة سلا يخرجوا مظاهرات. جريمة اللي كانت بشعة وسط من الشارع العام، والسبب كان تافه بزاف. طبعا لا بغيتو تعرفوا اشنو وقع في القصة كملوها معايا حتى الاخر. عشاق قصص الرعب والجرائم، مرحبا بكم في قناتكم ماسك ستوري. الا كيعجبك هاد النوع ديال القصص اشترك في القناة وفعل الجرس غادي يوصلك ديما الجديد. وبلا ما نكثروا الهضره اكثر من هكا، الا واجدين يلا نبداو. غادي نبداو القصه من مدينه سلا، وبالضبط في القريه فين كتسكن واحد المراه اللي الاسم ديالها مليكه. مي مليكه عندها 3 ديال العزاره مقاتله مع الزمان على ودهم، ما خلات فاش خدمات وضربات تماره ديال بصح باش تكبرهم. الجوج الاولين يعني الولد الكبير كان عنده مرض نفسي، الثاني عنده واحد الاعاقه في اليد ديالو. اما بالنسبه للولد الثالث اللي الاسم ديالو السي محمد واللي هو البطل د القصه ديالنا، هو الوحيد اللي كانت مي مليكه معوله عليه انه ملي غادي يكبر ويكمل قرايته غادي يعاونها على الزمان وعلى خوتو. فعلا كبر السي محمد. مي مليكه كانت كضرب تماره كما قلت لكم، كانت كدير الميناج هنا وهنا وهنا، تما غادي ترغب وتزاوق عليه شي ناس كانت كتخدم عندهم حتى لقات ليه واحد الخديمه. سي محمد كان في العشرينات من العمر ديالو، واحد الوليد اللي نقي ما كيدير حتى شي بليه، يعني ما كيتقرقب ما كيتحشش، ولد نقيقي داخل سوق راسو، كيمشي يخدم كيتعاون مع الام ديالو، عزيز على الدراري ديال حومتو، كيوقف مع الناس كاملين، مربي وكيحشم. حد هنا كلشي كان غادي مزيان حتى للصيف اولا بالضبط شهر 8 2018. سي محمد ما كانش خدام، خارج بلاشيه جالس مع صحابو كيتبردوا كيهضروا في شي مواضيع كيضحكوا بيناتهم، حتى غيخرجوا قدامهم واحد جوج قماقم جايين مهللين، ناس مقرقبين معليين الدوزه وجايين كيقلبوا على شي واحد في ديك الحومه عندهم ما حساب. بداو كيخسروا في الهضره وما كيحترموا حتى شي واحد، والدراري واقفين معاهم السي محمد غير كيشوفوا، ولكن السي محمد غيقرر انه يدخل، ويا ريت يدخل غير سوق راسو وما تدخلش نهائيا. المهم غادي يمشي لعندهم يقول لهم صاحبي جمعوا راسكم، راه الحومه فيها الناس فيها عائلات، ناس مع ولادها، هاد الهضره اللي تتقولوا راه ماشي هي هذيك. تما غيدور فيه واحد فيهم قال له سير دخل سوق راسك، حنا ما جايينش عندك وما تنعرفوكش وما كنهضروش معاك. سي محمد ما عجبوش الحال، قال له صاحبي راني دويت معاكم، ويدفع واحد فيهم ويطيح في الارض. هو ما كانش قاصد، هو زعما بغاهم غير يمشيو بحالاتهم. هنا داك المشرم اللي طاح ما غادي ينوض ما غادي يجبد واحد الجنويه. سي محمد مع شافهم جبدوا الجناوه تخلع ورجع اللور، لان الدري كنقول لكم نقيقي ماشي ديال هذا الشيء هذا، يعني يقدروا يدابزوا باليدين، ولكن باش غيجبد عليه جنوي تما صافي رجع اللور وعرف باللي القضيه حامضه. بداو كيهددوا فيه، بداو كيتزايدوا معاه في الهضره بحال باغيين يضربوه بديك الجنويه. سي محمد غادي يضربها بجريه ما غيوقف حتى غيدخل لدارهم، وهما طبعا غادي يتبعوه. صافي نساو داك خونا اللي جايين اللي عندهم معاه حساب، ولا الحساب ديالهم كامل مع السي محمد. خلطوا عليه حتى لدارهم، وتما بداو كيغوتوا كيعربطوا كيهللوا يلا خرج عندنا ما تخرج عندنا وتيخسر في الهضره. تما الام ديال السي محمد غادي تهبط لعندهم، وخرجوا حتى شي جيران وهضروا معاهم بلاتي هي احسن ومشاو بحالتهم. زعما هادشي غيسالي هنا الا هاد جوج قماقم هاد جوج المشرملين صافي داروا السي محمد بين عينيهم، ولا الحساب ديالهم معاه لدرجه انهم ولاو كل نهار كيجيو يقلبوا عليه في الحومه. امي مليكه ملي عرفت هاد الشيء ولات خايفه بزاف على ولدها السي محمد، واي ام طبعا في بلاصتها غادي تخاف. جوج كيقلبوا لها على ولدها ما عرفاش اصلا اش غيديروا فيه، مشات لعند البوليس بلغات بهم لان هي كتعرف الاسامي ديالهم. صافي الناس قالوا لها السميات ديالهم، واحد سميتو ياسير واحد سميتو سمير. مشات لعند البوليس وقالت لهم راه واحد الجوج راه حاطين على ولدي، راه كيجيو كيقلبوا عليه، راه حالفين فيه، راه باغيين يصفيوه عليه ولا غيديروا ليه شي مصيبه. البوليس غادي يجاوبوها وقالوا لها ما عندنا ما نديروا لك الميمه، حنا خاصنا يجينا امر من وكيل الملك عاد نقدروا اننا نمشيو نجيبوهم. صافي مي مليكه مسكينه ما عرفتش اشنو دير، كان ممكن انها تمشي تكتب شكايه مستجله لوكيل الملك، ولكن هي انسانه اللي درويشه ما عندها لا معصده، ما مولفه بمحاكم ما مولفه بكوميساريات، فما عرفتش اش دير، حنات راسها ورجعت لدارها.
اما السي محمد مسكين فولا عايش في الرعب المده ديال شهر كامل، ما كيقدر يخرج، ما يقدر يمشي يقضي صوالحو، الخدمه ديالو كيمشي لها بزز وكيمشي مخبى باش ما يشوفو حتى واحد، خصو يمشي مخبى ويدخل مخبى. يعني السيد ولا بصح خايف على راسو، ما بقاش هاني، ما بقى لا مرتاح لا كينعس، ما بقى عندهم خاطر اصلا. واحد النهار السي محمد صافي غادي يعيا من هذا الشيء وغيقول الام ديالو مالنا حنا لهاد الحاله، لانهم مشاو داروا شحال من شكايه في هذا الشهر كامل، راه بزاف د المرات اللي جاو دوك خوتنا كيعربطوا وكيقلبوا عليه، وكتمشي الام دير شكايه وعاوتاني نفس الجواب كتاخذ. على داك الشيء غادي يعيا السي محمد وقال الام ديالو مالنا حنا على هاد صداع الراس، انا غادي نخوي كاع هاد السلا، غادي نمشي للمدينه ديال الرباط اللي هي قريبه لمدينه سلا، واصلا هو خدام في الرباط، وغادي نشوف تما الكرا ونكري ونبقى ساكن قريب للخدمه، وخليني تما حتى يدوز هاد الشيء ولا حتى ينساوني، المهم هو انني نرتاح في بالي. المهم مليكه غادي تعجبها الفكره وقالت لي سير ولدي الله يرضي عليك، اللهم تكون بعيده عليا ومرتاحه عليك ولا حدايا وهزه لك الهم وخايفه لا توقع لك شي حاجه. سي محمد غادي يقرر انه يمشي لعند واحد الخاله ديالو يعني خالته اللي كتسكن بمدينه قنيطره، قال لها غنمشي نجلس معاها تم حبيت ما نلقى الكرا في الرباط، وغيبقى يدير لا نافيت يبقى يمشي من تما في التران للخدمه ويرجع حتى يلقى الكرا، وديك الساعات غادي يمشي يستقر في مدينه الرباط. والمهم ويبعد على هاد المشرملين ولا الصداع ولا المشاكل اللي هو اصلا ما قادش عليهم. 17 شتنبر 2018 هذاك هو النهار اللي السي محمد غادي يجمع حويجاتو باش غادي يمشي لعند خالته لمدينه قنيطره، ولكن قبل ما غيمشي قال نمشي لعند الحلاق نحسن قد الحاله، وديك الساعات نشد الطريق. ملي هبط من الدار تما غيتلاقى واحد الدري صاحبو اللي كان ولد الحومه وواقف، بقى كيهضر هو وياه، قال له صافي راه انا غادي نخوي الحومه راني غادي نمشي لقنيطره، المهم بيناتنا الالو بيناتنا التليفون. سي محمد حنا راسو مشى للجهه ديال مول الصالون يعني فين غادي يحسن ويقاد، وهذاك الدري بقى واقف تما. شويه هذاك الدري ولد الحومه اللي كان واقف كيبانوا له جوج ماطر جايين، وكيبانوا له هادوك المشرملين ياسر وسمير خوه، هما مولفين كيشوفوهم في الحومه كيجيو كيقلبوا على السي محمد، ولكن هاد المره الدري اللي كان واقف هاد ولد الحومه شافهم غادي نيشان الجهه ديال الحلاق، يعني جايهم الاخبار ان السي محمد راه عند الحلاق، ما كيقلبوش عليه غادي نيشان قاصدين الحلاق وجايين عوالين على خزيت. على داك الشيء مسكين هو يضربها بجريه وبقى تابعهم. ياسر مشى بالموطور، اما بالنسبه لسمير فغادي يمشي غير على رجليه كيجري، وغادي يتبعوا هاد ولد الحومه حتى هو كيجري كيحاول انه يشدو، ولكن والو كيشدو كيعاود يدفعو كيمشي. اما بالنسبه لسي محمد فمنين شاف ياسر جاي قاصدو بالموطور تخلع ومشى كيجري، بقى غادي كيجري ما حبش حتى غادي يبعد على الحومه وعلى ديك البلاصه وهو تابعو ما رحموش، ماشي قال صافي الله يسامح، لا بقى تابعو مسكين هو كيجري حتى لواحد الوقيته اللي السبرديله ديالو عكلاتو اولا سخف اولا عيا وغادي يطيح تما، غادي يخلط عليه ياسير وغادي يجبد ديك الجنويه وما غاديش يرحمو وغادي يبدا ينزل عليه بيها. وهذا الشيء هذا راه في وسط من الشارع العام، يعني راه في الزنقه قدام الناس، واحد المراه راه كطل من السطاح راه صورات الفيديو وعيات ما تغوت، ولكن حتى واحد ما دار فيها. كما قلت لكم ياسير كان بحال شي كلب مسعور، غير شد السي محمد بدا كيشلط فيه بلا رحمه بلا شفقه، تيضربوا للراس كيضربوا فين ما جاتو الضربه وكيبقى عليه يلاه بين ليا الراجل. في ديك الوقيته نيت سمير غادي يخلط عليه، سمير المشرمل الثاني حتى هو جاي كيجري خالط عليه، وهذاك الدري ولد الحومه تابعهم كيحاول يشد سمير ولكن كيف ما قلت لكم والو. وديك الساعات غادي يجي حتى هو وغيبدا يشلط هو وخوه بجوجهم في السي محمد. هذاك الدري ولد الحومه اللي مسكين زعما غامر براسو واخا هكاك، هاد الولد هذا مسكين حاول حتى مع سمير قبل ما يبدا يضربو كيقول ليه صافي راه خوك ياسير راه فيه الكفايه راه ضربو صاحبي صافي بركه رجع انت اللور، ولكن واخا هكاك والو. كما قلت لكم سمير غادي يزيد حتى هو مع خو غيبداو يشلطوا فيه، وديك الساعات سمير كيقول للسي محمد هو كيضرب فيه كيقول ليه راه انا راني كنحن فيك راه ما كنضربكش الضرب ديال الموت. اما بالنسبه لياسير فقلت لكم راه كان كلب مسعور، راه ما رحموش نهائيا لدرجه حل ليه الراس ديالو العنق ديالو
والظهر ديالو، وزيد عليها الضربات الاخرى اللي جات، كل ضربه جات في بلاصه. الدري مسكين اللي خلط عليهم تما غادي يتدخل وغيبدا يحاول انه يدافع على السي محمد، ولكن هما كيوالو عينيهم غير في السي محمد، لدرجه انه مسكين واحد الوقيته غادي يتلاح في الارض. هذا الولد ولد حومه السي محمد غادي يتلاح فوق من السي محمد باش يغطي على الجسم ديالو، وكيقول على الاقل نهز عليه شويه ديال الضربات. بغا يكالي عليه ولكن هما كيجبدوه من تحت منه وكيعاودوا يشلضوا في السي محمد، ما كيقيسوش داك الولد، هما عينيهم غير السي محمد، هما دايرين غير السي محمد بين عينيهم. وهذا الشيء كامل حيت قال لهم ما تخسروش الهضره او لا حتى دفعوا بيديه. هو دفعوا غير بيديه، ما ضربكم لا بجناوه لا والو، يعني كان ممكن يدابزوا معاه رجال راجل باليدين بالبنيات، ولكن علاش هاد السلاح؟ وهنا باش تعرف المشرملين كيفاش كيفكروا، ما عندهمش الرحمه، ما عندهمش الشفاقه. كان واحد الدري حتى هو ولد الحومه اللي خلط عليهم وغيهز الحجر وغيبدا ينيش عليهم. كان الغرض ديالو انه تجي فيهم شي حجره، المهم غير يكالي على صاحبو السي محمد ولا يحاول يبعدهم عليه، ولكن والو، هما عينيهم غير في السي محمد. شويه غيجيو واحد جوج دراري اخرين بالماطر اللي كانوا صحاب ياسر وسمير، وجايين عوالين حتى هما غيدابزوا وغادي يدافعوا على ولاد حومتهم. ولكن ملي شافوا السي محمد غارق في دمه وشافوا الحاله ديالو، تما غادي يوليو هما نيت كيكاليو على السي محمد وغيوليو كيدافعوا عليه وكيجروا في صحابهم اللي هما ياسر وسمير، وكيقولوا لهم بركه صاحبي راه غطيح الروح. ولكن والو، كانوا مصرين انهم يكملوا داكشي اللي بداو. تما واحد من دوك الدراري صحابهم غيقول لهم البوليس، وغيركبوا في المطر وغيهربوا يزيدوا خلفه مع الطريق. ما كان لا بوليس ديك الساعه جاي لا والو، هو قال لهم البوليس غير باش صافي يطلقوا منه قبل ما توقع شي كارثه وطيح الروح. هربوا خلاو السي محمد مسكين هكاك غارق في دماياته في واحد الحاله اللي كارثيه. ولاد حومتو ما عارفينش اش يديروا ليه، مصدومين من داك المنظر، كيحاولوا انهم يرغبوا عباد الله باش يعاونوهم ويهزوه معاهم، ولكن حتى واحد ما بغى يهزو. تما غادي يهزوه غير هاد الجوج ولاد الحومه ديالو، وغيحاولوا انهم يخرجوا به للطريق الشانطي ويحاولوا يوقفوا شي واحد اللي يوصلهم للسبيطار. الغرض ديالهم كان هو انهم يوصلوه دغيا للسبيطار ويعتقوه، ولكن حتى واحد ما بغى يهزو ليهم. اللي كيوقف وكيشوف الحاله ديال السي محمد كيخاف انه يهزوه ويصدق ميت ليه ويصدق حاصل فيه، فما كيبغيوش يهزوه. تما غادي يخرج واحد الدري، غيخرج داك صاحبو اللي كان هازو، غيخرج للطريق وغيوقف طاكسي وغيبدا يرغب ويزاوق فيه ويقول له انا مزاوق، انا طراب رجليك الا ما عاونا نعتقوا هاد الدري. فعلا هذاك مول الطاكسي غادي يحنف السي محمد وغادي يهزوه وغيديو اقرب سبيطار بمدينه سلا، ولكن تما ما غاديش يقبلوه لان الحاله ديالو كانت خطيره بزاف، وغايقولوا لهم خصو يمشي للسبيطار ديال بنو سينا اللي كاين في الرباط، يعني السبيطار ديال السويسي. الام ديالو في هاد اللحظات وصلها الخبر، جات كتجري وخلطات عليه للسبيطار بمدينه سلا، ومن تما غيهزوه في لومبيلونس وغادي يمشيو معاه للسبيطار ديال السويسي. ملي غيوصل تما وغيشوفوا الاطباء غيقولوا لهم دابا خصو يدخل البلوك، يعني السيد في حاله خطيره، ولكن غير دخل البلوك شويه غيخرجوا وغيقولوا لهم باللي السي محمد راه مات. الام مسكينه تصدمات، ولدها اللي كانت عواله عليه صافي جاو جوج مشرملين ضيعوها فيه في دقيقه واحده، ما رحموها لا هي ولا ولدها. تما غيجيو البوليس وغادي يبداو باش يديروا التحقيق ديالهم. ديك الساعه تمي مليكه بقات غير كتشوف فيهم، الشوفه ديالها للبوليس كانها كتعاتبهم، يعني انا جيت لعندكم من قبل، رغبتكم وزاوقت فيكم باش انكم تحميو ولدي، تمشيو لعندهم تشدوهم ولا تهضروا معاهم اولا تشدوهم غير حتى يهرب ولدي، ولكن ما درتو والو. ودابا ملي طاحت الروح وولدي مشى خسر حياته جايين كتحققوا معايا. بحال هكا كانت هي كتفكر في ديك اللحظه، واي واحد في بلاصه غيفكر بحال هكاك. المهم البوليس ما عندهم ما يديروا، هذيك هي خدمتهم. عزاوها وبداو كيسولوها شنو اللي وقع، كيفاش وقع، شكون اللي دار في ولدك هذا الشيء. عاودت لهم كل شيء، عاود سولوا الدراري اللي كانوا حاضرين وكانوا شهود، عاودوا لهم داك الشيء اللي وقع بالتفاصيل. تما البوليس صافي عرفوا شكون هما المجرمين وخرجوا يقلبوا عليهم. سمير وياسير كانوا هاربين لمده ديال 3 ايام، هما هاربين، وفي الاخر غادي يشدوهم البوليس وغادي يجيبوهم. سولوهم على الدراري اللي كانوا معاهم بالماطر شكون هما، وغادي يسولوهم على الدري اللي اتصل بهم وقال لهم راه السي محمد
كاين عند الحلاق. كما قلت لكم هذا المجحوم هذا اللي اتصل بهم فهو ولد الحومه ديال السي محمد، يعني ولاد درب واحد، كبروا في نفس الحومه، العائلات كيعرفوا بعضياتهم، واخا كاع ما تكونوا صحاب او لا يكون بيناتكم شي مشكل، راه حشومه وعيب وعار انك تتصل بهادو وتقول لهم اجي راه هو خرج غير باش يديروا تصفيه الحسابات. شنو غادي تربح انت؟ والو، ربحتي معنا غير الحبس. نقابلك انا اللي غنواسيك، انا هنا هو المستقبل ديالك. يلاه ولدي شد خديمه وبدا يخدم، يلاه ولدي بدا في شبابه، يلاه ولدي فرح بحياته وفي مستقبله. حيدوا له الروح ديالو، داروا له بحال الحولي، قدقدوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. دعيتهم لله. دابا هادو شويه ما كاملاش 5 دقائق تيبانوا لي دايزين تيجريو غاديين قاصدين النيشان الحلاق اللي كان عنده، ما لقاوش في الحلاق. جاهم تليفون عندنا من الحومه من هنا يدريو الحوم هذا اللي عيط لهم بالتليفون. مثلا صافي جاو طلعوا من هنايا ما لقاوش، طلعوا من هنايا وتقيدوا بالتليفون. الكبير اللي هو ياسر مشى بموطور، سامر اللي هو صغير تبعو تيجري، تبعتو انا نمشي نجري تنشد فيه من هنايا حتى البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه. ما قطعنا الشانطه، ما كاين واحد المساحه حدا العيون خاويه تيره. تيبان ليا من البعيد واقف سميتو واقف ياسر الكبير مع السيم تيضرب فيه الاخر تيخويه به. صافي انا تنشد سامر تنقول ليه صافي اخويا راه ضربوا خوك الكبير، حتى بلا ما تزيد راه تصدقوا دايرين شي حاجه ما تندموا عليها من بعد. تقول لي اطلق مني، تضرب لي يدي من طلق مني. معاه مشى لعندو، وصل لعندو داخل مسكين محمد، ما حيلتو لهنا ما حيلتو لهنايا. هي هذيك فاش جاتو الدقه لهنا العنق ضربو ياسر الكبير ماشي صغير، ضربو طاح. جا سمير تيضربو تيقول لي انا تنحنفك، تقول انا تنحنفك. الاخر تيقول انا نقتلك. الاخر بحال شي مجنون بحال شي كلب حاجه مسعور مطلوق تيضرب فيه. جينا حنا انا وصلت تندفع هذا ما لقيت ما نكالي. ملي ما لقيت ما نكالي طحت في الارض. صافي شديتو على النقصو تيعزلوه من تحت مني. فهمتيني ما باغينش يقيسوني يعني ماشي انا المعني بالامر. فهمتيني غير صافي انا غمضت عيني تنتسنى غير الدقه. قلت لي لا سبيل الله انا تجي فيا المهم نكالي عليه شويه. فهمتيني الدري مسكين ها هو اللي حدايا تيشير بالحجر وتيبكي. ناض الكبير فيه ويتبعو بجنويه مشى. ماشي صافي انا جيت بحال هكا جاو واحد جوج ماطر. مشى هذاك اللي وصلهم الاولاني، ماشي اللي وصلوا الاولاني، وحدين اخرين ماطر جوج وحدين اخرين وقفوا حتى هما بقاو تيحاميو تيكاليو شويه من شافوا الروح طاح تيكاليو شويه. نقز واحد قال لهم البوليس وما ممكن لا بوليس لا والو. تخلعوا هما ركبوا في موطور مشاو. صافي انت انا مشاو تنقول للناس عاونوني هزوه معايا واحد السيد بعقلو. قلت له عاوني قال لي لا يموت ليا في يديا. ما لقيت ما ندير، هزيتو كان معايا الدري قلت ليه كالي ليه راسو باش ما يدلاش حيت ديك الدقه صعيبه شويه في الراس. مسافه تاع شي 200 متر خارجه على الشانطي الخلع. بقيت غادي مسكين تيقول لي راه تخنقت اخويا. حطناها في شي ضليله تنقول لها اقرا قران في نفسك راه يكون كلشي يدوز بخير ان شاء الله. مشيت خرجت شويه من الصور حطيته في الضليله، خرجت للشانطي حتى حد ما بغى يوقف لي في الطوموبيل تيقول لي انا نهزو تيكسير. بان لي بشي طاكسي صغير راكبه فيه واحد المرا نزلات ونمشي عنده. بقيت نرغب فيه الله يرحم الوالدين خويا يموت قال لي صافي هنا نهزو. صافي جيت عاونوني الدري مشيت دخلت انا الاول الطاكسي شديت ليه راسو الدري معاق هزو من دارو وتخشى لي نص في يدو تخشات لي في واحد الضربه في دارو. سمعتيني هو يرجع للور. صافي ركبت في الطاكسي 7 تاع الدقات، 2 دقات في الراس كبار، دقه في العنق هي اللي كانت سبابه وشي الاخر في دارو. سمعتيني وصلنا للسبيطار ما حنا شي دخلنا بشي طاكسي تاع المستعجلات. حنا هزينا حطيناه في باياص اللي تيشوفو تيرجع للور. هذا اطباء فرمليين هو اكبر سبيطار في شمال افريقيا. يقولوا فيه طبيب واحد اللي مسؤول كبير، الاخرين غير ستاجير فرمليين عاديين. مشينا ندخلو سدوا عنا الباب ما خلاوناش ندخلوه معاه. شويه ويخرج الطبيب قال لي ما نقبلوش هنايا، قال لي نصيفطوه للسويسي نتاع الرباط. وصلنا للسويسي تنزلوا في السويسي تنقولوا الناس تنقولوا فرمليين وهذاك 16 تنقولوا ما جاو عاونونا.
ما مشغولين البنات بالتليفونات الواتساب، الدراري غادي تيدوروا اللي كلهم فاش مشغول. صافي حنا اضطرينا ندخلوه حنايا، تنغوتو فينا ندخلوه. ها الناس اللي كانوا تما في السبيطار هما تيقولوا لنا منين ندوزو. دخلناه، هبطوا شي اطباء من الفوق شافوه، قلنا يدخل البلوك نيشان. صافي مع دخل البلوك ب5 دقائق مول الامانه دا امانته. البوليس غادي يمشيو يشدوهم ويقدموا الزمر كامل للمحاكمه، غيبقاو عام وهما في التحقيق معاهم، وفي الاخير القاضي غادي يحكم على ياسير ب30 سنه وخوه سمير 30 سنه. اما بالنسبه لذاك القمقوم اللي ولد الحومه ديالهم اللي اتصل بهم وقال لهم باللي سي محمد ها هو هنايا راه عند الحلاق، فغادي ياخذ 10 سنين ديال الحبس. اما بالنسبه لدوك الجوج الاخرين اللي خلطوا عليهم صحاب الماطر صحابهم، فكل واحد فيهم خدا عام واحد ديال الحبس. امي مليكه واخا هاد الاحكام كامله راه ما عندها ما غادي دير ليها، لانها خسرات ولدها اللي تكبرات وضربات عليه تماره وكانت باغا تشوفو في واحد البلاصه اللي كبيره في عينيها ويعاونها ويكاليه معاه على الزمان، في الاخر خسراتو فرمشة عين. بسبب هذه الجريمه الناس ديال القريه ديال سلا غادي يخرجوا مظاهره، لانهم كيحسوا بان ما كاينش الامن وما كاينش الامان، وكيطالبوا باش ان يولي عندهم حتى هما الامن موفر تما، لان الناس ولات خايفه على راسها، كلمه جوج كطيح الروح تما. على هذا الشيء هذا الناس خايفه على ولادها، خايفه على خوتها، اللي خايف على راجله، اللي خايف يعني داك الشيء كثير عندهم. المهم القصه ديالنا غادا تسالي هنايا. الا كملتوها وصلتوا معايا حتى الاخر بغيت نقول لكم شكرا، نتلاقاكم في قصه جديده.